السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إن شاء الله هنكمل حل امتحانات كتاب المعاصر، وصلنا للمحافظة رقم 17. ركز معايا ويلا نبدأ، توكلنا على الله. مجموعة حل المعادلة س تربيع ناقص س بيساوي صفر في ح. أنا عندي س تربيع ناقص س بيساوي صفر، عايز مجموعة الحل يعني عايز قيم السين. هاخد السين عامل مشترك، هيتبقى س ناقص واحد، كل ده بيساوي صفر. منها السين هتساوي صفر، ده الحل الأول، والسين ناقص واحد بيساوي صفر، ومنها س هتساوي واحد، فتكون مجموعة الحل صفر وواحد، الاختيار ب. السؤال الثاني، المستقيمان 3 س زائد 5 ص بيساوي صفر، وخمسة س ناقص 3 ص بيساوي صفر يتقاطعان. عايز يعرف يتقاطعان في نقطة الأصل ولا في الربع الأول ولا الثاني ولا الرابع. عشان أجيب نقطة التقاطع أنا هعوض في المعادلة الأولى عن السين بصفر وأشوف الصاد تطلع بكام، وكذلك في المعادلة الثانية. نيجي للمعادلة الأولى، لما أحط السين بصفر الصاد هتطلع بكام؟ 5 صاد بيساوي صفر، ومنها الصاد برضه هتطلع بصفر. يعني في المعادلة الأولى السين بصفر وصاد بصفر. في المعادلة التانية لما أحط برضه السين بصفر صاد هتطلع بصفر، يعني عند س بتساوي صفر في المعادلة التانية برضه صاد هتطلع بصفر، فتكون نقطة التقاطع هي نقطة الأصل. يكون للدالة د حيث د س بتساوي س ناقص 2 على س ناقص 5 معكوس جمعي في المجال. عشان يكون لها معكوس جمعي لازم المجال بتاعها ح فرق أصفار المقام، فيكون ح فرق الخمسة. إذا كانت س بتنتمي لح فرق الصفر والواحد، ده المجال، ح فرق الصفر والواحد ده المجال، والصفر والواحد ده أصفار المقام بتاع الدالة. فإن أبسط صورة للدالة دي واحد ناقص س على س، ناخد السالب واحد عامل مشترك زي ما احنا متعودين، ناخد السالب واحد عامل مشترك، هيتبقى عندي س ناقص واحد على السين. مسألة اسم الدالتين هنخلي الاسمة تبقى في وشقلب الكسر، س في البسط وفي المقام س ناقص واحد. كل ده هيساوي، هختصر س ناقص واحد مع س ناقص واحد، والسين هتروح مع السين، هيتبقى عندي سالب واحد، وده الاختيار ج. إذا كان أ وب حدثين متنافيين من فضاء العينة لتجربة عشوائية، وكان احتمال الألف ب3 على 5 واحتمال الب ب2 على 5، فإن احتمال أ تقاطع ب. هما حدثان متنافيان، واحتمال التقاطع ده حدث مستحيل، واحتمال الحدث المستحيل بصفر. في فرق ما بين احتمال أ تقاطع ب وما بين أ تقاطع ب بدون احتمال. ده احتمال حدث مستحيل لو هما حدثان متنافيان، فالاحتمال بيكون بصفر. لكن أ تقاطع ب ده بيكون بفاي عشان مفيش تقاطع بين أ وب. السؤال السادس، إذا كان 5 أس س بيساوي 3، فإن 5 أس س زائد 1 هيساوي كام؟ إحنا هنشتغل على دي. 5 أس س زائد 1 دي أصلا 5 أس س في 5، الأساس بيساوي الأساس، وفي حالة الضرب بجمع الأسس فهتديني س زائد 1. طيب أنا عندي 5 أس س أصلا ب3، هشيلها وأكتب مكانها 3، يبقى 3 في 5 هيديني 15. إذا كانت سالب 3 و3 هي مجموعة أصفار الدالة، يعني دي القيم اللي لو عوضت بيها في الدالة تطلع بصفر. عايز يعرف قيمة أ تساوي كام؟ هعوض عن السين بسالب 3 أو 3، الاتنين هيطلع لي نفس الناتج. هنشيل السين ونكتب 3 تربيع ب9، يبقى 9 زائد أ أصفار الدالة يعني القيمة تساوي صفر، وأدي 9 بعكس الإشارة يعني الألف هتساوي سالب 9، وده الاختيار ب. عدد مكون من رقمين، رقم أحاده بيساوي رقم عشراته بيساوي س. أنا عارف إن لو رقم الأحاد س، فرقم العشرات هيبقى 10 س. عايز الرقم هجمع الأحاد مع العشرات، س زائد 10 س هيديني 11 س. إذا كانت ن 1 س بتساوي س زائد 1 على س ناقص 2، ونون 2 س بتساوي س تربيع زائد س على س تربيع ناقص 2 س، فإن المجال المشترك الذي تتساوى فيه نون 1 ونون 2. المجال المشترك لدالتين هو ح فرق أصفار مقام الدالة الأولى وأصفار مقام الدالة التانية. أصفار مقام الدالة الأولى لو كانت السين ب2، والدالة التانية هناخد السين عامل مشترك، هيتبقى س ناقص 2. هنا السين أصفار المقام، هنا س هتساوي صفر، وهنا لما السين تساوي 2، فيكون المجال المشترك ح فرق الاتنين والصفر، الاختيار ج. توجد مجموعة حل المعادلتين الآتيتين معا في ح في ح. دي معادلة من الدرجة الأولى ومعادلة من الدرجة الأولى، أقدر أحلهم مع بعض بالتعويض أو الحذف. تعال نحلهم بالتعويض. هنودي الصاد بعكس الإشارة، وهنقول السين بتساوي 4 زائد صاد، وهعوض في المعادلة التانية، كل س هتقابلنا أشيلها وأكتب مكانها 4 زائد صاد،
يبقى 3 في 4 زائد ص زائد 2 ص، كل ده هيساوي 7. نضرب التلاتة جوه مرتين، 3 في 4 ب12 زائد 3 في ص ب3 ص زائد 2 ص بيساوي 7. 3 ص زائد 2 ص دي 5 ص، هيساوي ودي ال 12 بعكس الإشارة، 7 ناقص 12 هيديني سالب 5. نقسم على 5 في الطرفين، 5 على 5 فيها الواحد، يبقى ص هتساوي سالب 5 على 5 فيها السالب 1. عندي ص طلعت بسالب 1، هعوض في المعادلة الأولى عن الص بسالب 1 عشان أجيب السين. يبقى س هتساوي 4 زائد سالب 1، يعني 4 ناقص 1 هيديني 3، وتكون مجموعة الحل هي قيمة السين 3 والصاد سالب 1. سؤال 11. اوجد ن س في أبسط صورة مبينة للمجال، ودي مسألة ضرب دالتين، والمطلوب التاني عايز دالة الصفر ودالة السالب 1 إن أمكن. طيب إحنا هنقول ن س هتساوي الدالة الأولى عندي في البسط س زائد 1 هتنزل زي ما هي س زائد 1، وفي المقام مقدار ثلاثي، كام في كام يديني 2، الفرق بينهم 1 هلاقيها 2 في 1، فهنحلل مقدار ثلاثي السين تربيع س وس، الاتنين تبقى 2 في 1، إشارة الحد الأخير سالب، العدد الأكبر ياخد إشارة الحد الأوسط والتاني عكسه. هنقول فيه، والدالة التانية عندي مقدار ثلاثي، كام في كام يديني 10، الفرق بينهم 3 هلاقيها 2 في 5، فهنحلل البسط السين تربيع س وس، العشرة 2 في 5، إشارة الحد الأخير سالب، العدد الأكبر ياخد إشارة الحد الأوسط والتاني عكسه. وفي المقام عندي 3 س تربيع زائد 16 س زائد 5، ده مقدار ثلاثي غير بسيط، هنحلله على جنب هنا وبعد كده نكتب ناتج التحليل هنا. طريقة تحليل المقدار الثلاثي الغير بسيط، لو أنا عندي 3 س تربيع زائد 16 س زائد 5، في طريقتين، أقدر أحلل بطريقة المقص، وطريقة تانية إن أنا أضرب معامل السين تربيع في الحد المطلق وأحذفه. فهنشتغل بالطريقة التانية، أحذف التلاتة وأضربها في الحد المطلق عندي، يتبقى س تربيع زائد 16 س زائد 3 في 5 ب15، بقى مقدار ثلاثي بسيط هنحلله عادي جدا. السين تربيع س وس، ال15 كام في كام يديني 15 ومجموعهم 16 هلاقي 15 في 1، إشارة الحد الأخير موجب، الاتنين ياخدوا إشارة الحد الأوسط موجب وموجب. المسألة لسه ما خلصتش لأن في 3 أنا ضربتها في الحد المطلق في الأول، فأنا هقسم هنا على ال3 وهقسم هنا على ال3، الناتج هيكون هنا س زائد 15 على 3 فيها ال5، وهنا ما تقبلش القسمة، هنجيب ال3 قدام السين يبقى 3 س زائد 1، وده ناتج التحليل اللي عندي، هنكتبه عندي في المقام س زائد 5 و3 س زائد 1. بعد كده هنجيب المجال فرق أصفار المقام، الأصفار هنا لو كانت السين ب2، وهنا لو كانت السين بسالب 1، وهنا لو كانت السين بسالب 5، وهنا لو كانت السين بسالب 1 على ال3. لو سويت 3 س زائد 1 بالصفر، ودي الواحد بعكس الإشارة واقسم على ال3، هتطلع سالب 1 على ال3. بعد كده هنختصر، يبقى ن س هتساوي س زائد 1 مع س زائد 1، وس زائد 5 مع س زائد 5، وس ناقص 2 مع س ناقص 2، هيتبقى عندي في المسألة كلها في البسط 1 وفي المقام 3 س زائد 1. هو عايز عندي دالة الصفر، دالة الصفر يعني كل س هتقابلني في الدالة هشيلها واكتب مكانها بصفر، يبقى ن صفر هتساوي 1 على 3 في صفر بصفر زائد 1، 1 على 1 فيها الواحد. تاني حاجة طالب مني دالة السالب 1، هنقول ن سالب 1 هتساوي، أنا شايف إن السالب 1 لا ينتمي للمجال أصلا، فبالتالي هتكون غير معرفة، هقول له لأن السالب 1 لا ينتمي للمجال. إذا كان أ و ب حدثين من فضاء العينة لتجربة عشوائية، وكان احتمال الألف ب6/10 واحتمال الب ب5/10 واحتمال التقاطع ب3/10، اوجد احتمال وقوع أحد الحدثين على الأقل. أحد الحدثين على الأقل يعني عايز احتمال أ اتحاد ب،
احتمال وقوع ألف أو ب أو أحد الحدثين على الأقل، ده احتمال ألف اتحاد ب. نجيب أول حاجة احتمال ألف اتحاد الب. احتمال ألف اتحاد الب ده بيساوي احتمال الألف زائد احتمال الب ناقص احتمال التقاطع ألف تقاطع الب. احتمال الألف 6/10 زائد احتمال الب 5/10 ناقص احتمال التقاطع ب3/10. 6/10 و5/10 1 و1/10 ناقص 3/10 هيديني 8/10. المطلوب التاني عايز احتمال ب فرق ألف. ب فرق ألف ده احتمال الب ناقص احتمال التقاطع ألف تقاطع الب. احتمال الب ب5/10 ناقص احتمال التقاطع ب3/10. 5/10 ناقص 3/10 هيديني 2/10. المطلوب الثالث في المسألة عايز احتمال ألف المكملة. احتمال ألف المكملة ده 1 ناقص احتمال الألف، يبقى 1 ناقص احتمال الألف ب6/10. 1 ناقص 6/10 هيديني 4/10. أوجد باستخدام القانون العام مجموعة الحل في ح للمعادلة س تربيع ناقص 6 س زائد 4 بيساوي 0 مقربا الناتج لرقمين عشريين. نجيب الألف معامل الس تربيع ب1، والب معامل الس بسالب 6، والجيم هو الحد المطلق ب4. قانون العام الس بتساوي سالب ب موجب أو سالب الجذر التربيعي ب تربيع ناقص 4 ألف ج على 2 ألف. هنعوض في القانون، يبقى س هتساوي سالب ب سالب في سالب بموجب، يبقى 6 موجب أو سالب جذر التربيعي سالب 6 تربيع ب36 ناقص 4 في ألف ب1 في ج ب4. كل ده على 2 ألف يعني 2 في 1. هنبسط الناتج اللي تحت الجذر، يبقى س هتساوي 6 موجب أو سالب الجذر التربيعي، هنا 4 في 1 ب4 و4 في 4 ب16، 36 ناقص 16 هيديني 20. جذر 20 على 2 في 1 ب2. بعد كده هنقول س هتساوي 6 زائد جذر 20 على 2، وس هتساوي 6 ناقص جذر 20 على 2. نفتح الآلة الحاسبة ونجيب القيم بتاعتنا. 6 زائد الجذر التربيعي ل20 على 2 هتطلع عندي ب5.23%. س هتساوي 5.23%، وده الحل الأول. بعد كده هنجيب الحل التاني، نكتب ناقص، هتطلع عندي ب76%، وده الحل التاني 76%. سؤال 14، اوجد ن س في أبسط صورة مبينا المجال. هنقول ن س هتساوي الدالة الأولى دي جمع دالتين، عندي في البسط مقدار ثلاثي كام في كام يدينا 4 مجموع من 2، هلاقي مقدار لا يقبل التحليل فهكتبه زي ما هو، يبقى س تربيع زائد 2 س زائد 4. وفي المقام فرق بين مكعبين، قوس صغير وقوس كبير. جذر التكعيبي لس أس 3 س ناقص والجذر التكعيبي للتمانية 2. ربع، غير، اضرب، ربع الحد الأخير. هنقول زائد الدالة التانية فرق بين مربعين، س زائد 3 وس ناقص 3. وفي المقام عندي مقدار ثلاثي كام في كام يديني 6، الفرق بينهم 1 هلاقيها 2 في 3. هنحلل برضو س تربيع س وس، 6 2 في 3. إشارة الحد الأخير سالب، العدد الكبير ياخد إشارة الحد الأوسط والتاني عكسه. قبل ما اختصر نجيب المجال، يبقى ح فرق أصفار المقام. الأصفار هنا لو كانت س ب2، هنا ملهاش أصفار، هنا لو كانت س ب2 وهنا لو كانت س بسالب 3. بعد كده هختصر، يبقى ن س هتساوي س زائد 3 هتروح مع س زائد 3، والمقدار الثلاثي اللي في البسط هيروح مع المقدار الثلاثي اللي في المقام، هيتبقى في الدالة الأولى في البسط 1 على س ناقص 2 زائد، وهنا س ناقص 3 على س ناقص 2. جمع دالتين والمقامات متشابهة، هناخد مقام 1 س ناقص 2
وهجمع البسط، يبقى 1 زائد س ناقص 3. كل ده هيساوي س ناقص 2 في المقام زي ما هي، 1 ناقص 3 هيديني -2، يعني س ناقص 2. س ناقص 2 على س ناقص 2 هتديني 1. اوجد مجموعة حل المعادلتين معا في ح. دي معادلة من الدرجة الأولى ومعادلة من الدرجة التانية، فهنحلهم مع بعض بالتعويض. هثبت السين، هودي الصاد بعكس الإشارة، تروح موجب يبقى صاد زائد 2، أو 2 زائد صاد، الاتنين زي بعض. كل س هتقابلني في المعادلة التانية هشيلها واكتب مكانها صاد زائد 2، يبقى صاد زائد 2 كل تربيع زائد صاد تربيع بيساوي 10. هفك التربيع هنا، الأول في نفسه صاد تربيع زائد التاني في نفسه 4 زائد كله في بعضه 2 في 2 ب4 و4 في صاد ب4 صاد زائد صاد تربيع، كل ده هيساوي 10. هجمع الحدود المتشابهة، صاد تربيع زائد صاد تربيع ب2 صاد تربيع. بعد كده هرتب زائد 4 صاد، هجيب ال10 هنا بعكس الإشارة تيجي سالب، هي هنا موجبة تيجي بالسالب، 4 ناقص 10 هيديني -6، كل ده بيساوي 0. هقسم على الاتنين في جميع الأطراف عشان أبسط المقدار أو المعادلة. 2 على 2 فيها الواحد، هيتبقى صاد تربيع زائد 4 على 2 فيها الاتنين يبقى 2 صاد، ناقص 6 على 2 فيها التلاتة، كل ده بيساوي 0. مقدار ثلاثي، هنحلل كم في كم يديني 3، الفرق بينهم 2، هلاقيها 3 في 1، يبقى صاد تربيع صاد وصاد، التلاتة 3 في 1، إشارة الحد الأخير سالب، الكبير ياخد إشارة الحد الأوسط والتاني عكسه. نقسمها مسألتين، صاد زائد 3 بيساوي 0 ومنها صاد هتساوي -3، وصاد ناقص 1 بيساوي 0 ومنها صاد هتساوي 1. هعوض عشان أجيب قيم السين. هعوض في المعادلة الأولى عن الصاد ب3 والصاد ب1. هقول عند الصاد بتساوي -3 يبقى السين هتساوي، حط مكان الصاد -3، -3 زائد 2 هيديني -1، يبقى السين ب1. وعند صاد بتساوي 1 يبقى السين هتساوي 1 زائد 2، السين هتطلع ب3. وتكون مجموعة الحل هي الزوج المرتب الأول -1 وسالب 3، والزوج المرتب الثاني 3 و1. آخر مسألة، عايز المعكوس الضرب للدالة في أبسط صورة ثم عين المجال. ده المطلوب الأول. والمطلوب الثاني إذا كان ن أس -1 س بيساوي 3 عايز قيمة السين. هنحل المطلوب الأول، عايز المعكوس الضرب للدالة في أبسط صورة. طيب ن س بتساوي س تربيع ناقص 2 س على س ناقص 2 في س تربيع زائد 2. عشان أجيب ن أس -1 س، فأنا هشقلب الكسر، اللي في المقام هخليه في البسط واللي في البسط هخليه في المقام، يبقى س ناقص 2 في س تربيع زائد 2. وفي المقام عندي هكتب س تربيع ناقص 2 س، بس ناخد السين بالمرة عامل مشترك، هيتبقى س ناقص 2. دي ن أس -1 س. عايز المجال، ح فرق أصفار البسط وأصفار المقام. أصفار المقام لو كانت السين هنا ب0 وهنا س لو كانت ب2، وفي البسط لو كانت س ب2 وس تربيع زائد 2 دي ملهاش أصفار، فالمجال هو 0 و2. بعد كده هختصر، يبقى ن أس -1 س هيساوي س ناقص 2 هتروح مع س ناقص 2، هيتبقى في البسط س تربيع زائد 2 على السين. دي أبسط صورة. بعد كده قال لي إذا كان ن أس -1 س بيساوي 3 اوجد قيمة السين، يعني هساوي الدالة كلها بالتلاتة عشان أجيب قيمة السين. يبقى س تربيع زائد 2 على السين، كل دي بتساوي 3. 3 مقامها 1 وهعمل مقص، 1 في س تربيع زائد 2 بس تربيع زائد 2، و3 في س ب3 س. هجيب ال3 س بعكس الإشارة عشان أحلل، هلاقيه مقدار ثلاثي، يبقى س تربيع ناقص 3 س زائد 2، كل ده بيساوي 0. مقدار ثلاثي، هنحلل كم في كم يديني 2 ومجموعهم 3، هلاقيها 2 في 1، يبقى س وس 2 في 1، إشارة الحد الأخير موجب، الاتنين ياخدوا إشارة الحد الأوسط، كل ده بيساوي 0. ومنها س ناقص 2 بتساوي 0 يعني س هتساوي 2، وس ناقص 1 بتساوي 0 يعني س هتساوي 1. هنا عند س بتساوي 2 ده مرفوض
عشان الاتنين لا تنتمي أصلا للمجال، فتكون قيمة السين بواحد. لو وصلت لحد هنا اوعى تنسى تعمل اشتراك في القناة. أشوفكم في الفيديو الجاي، في رعاية الله.